ماشي، من غير رغي كتير تعال نتكلم على اول طريقه عشان تقدر تستثمر في نفسك بطريقه صح. اول حاجه معانا هي انك تقرا. هتقول لي يا لهوي يا معتز، هتقول نفس الكلام بقى بتاع الفيسبوك والنت ومش عارف ايه بتاع. حبيبي وحبيبتي، خلينا مقتنعين ان الكلام ده 100% صح. عايز تستثمر في نفسك وتبقى شخص كويس قدام في المستقبل، بتقبض مرتب كويس، مثقف، عندك معلومات وكل الكلام ده، لازم تقرا. تقرا عن ايه؟ دي بقى بتاعتك انت. مهتم بمجال البرمجه، لازم عشان تبقى مبرمج جامد وتشتغل في شركات جامده وتاخد مرتب كويس، لازم مع الكورسات اللي انت عمال تقعد تشوفها دي، لازم تقعد تقرا كتب ليها علاقه بالتفكير وليها علاقه بالبرمجه وازاي مش عارف تعمل ايه وبتاع. لازم لو عايز تبقى بتاع ماركتنج شاطر، تبقى ديزاينر شاطر، تبقى طباخ شاطر، لازم تقرا كتب. طيب ليه القرايه مهمه؟ عشان واحد عنده 40-50 سنه خبره في المجال اللي انت بتقرا فيه قال لك خد يا باشا الكتاب ده ب 300 جنيه، وخد عارف انت الزتونه اللي هو عصاره خبرتي في ال 40 سنه. يعني انا مثلا بعد 40 سنه بس هيكون عندي خبره ما في مجال ما جامد قوي، هعمل بقى كتاب واقول لكم بصوا خبره 40 سنه في كتاب اهو. الناس هتروح تشتريه عشان انا بقول لهم يا جماعه دي خبره 40 سنه، فاتعلم. الراجل يعمل لك اكتر من كده. ناس جامده جدا عظماء في التاريخ عملوا كتب، لازم تروح تقرا كتب. لازم عشان تبقى تثقف نفسك وتبقى شخص كويس وتستثمر في نفسك صح. تقرا كتب، تقرا كتب عن النفسيه، ده دكتور شريف عرفه انسان بعد التحديث. تقرا كتب عن، لو انت بقى مهتم مثلا بالتسويق زي مثلا ده كتاب عن البراندنج، فانا بحب اقرا عشان اقعد اثقف نفسي واكون اب تو ديت، يعني كل حاجه طالعه جديده اكون عارفها. تقرا بقى ارتكلز، معلومات، كل حاجه. بص القرايه جامده جدا. ابتدي بس يا عم كده بكتاب كل 3 شهور، يعني 4 كتب في السنه. والله العظيم صدقني عمرك ما هتندم عن القرار ده. لو عايز تعرف تبدا ازاي، انا كنت عملت فيديو هسيبه لك هنا اهو، تروح احسن 11 كتاب بالنسبه لي. وفي فيديو تاني برضو عملته اللي انا قريت 50 كتاب في السنه، وبقول لك العصاره والخلاصه وكل الكلام ده. يعني تاني طريقه عشان تستثمر بيها في نفسك، لازم تقعد تتكلم مع ناس مختلفه بثقافات مختلفه عشان تعرف كل واحد بيفكر ازاي وطريقه تفكيره عامله ازاي، عشان ما تفتكرش ان الكون كله محوره عليك، الناس كلها مركزه مع حضرتك. لا، ده في 8 مليار بني ادم، في 8 مليار بني ادم على كوكب الارض، كل واحد عنده تفكيره مختلفه وفكره مختلفه عن مستوى او منظور العالم. فحضرتك لازم تكون عارف معظم الناس دي بتفكر ليه او بتفكر ازاي. مثلا عندك الهنود، ليه الهنود بيعبدوا البقر؟ لازم تكون عارف الموضوع ده، ايه هم معتقدهم، ليه خلوا الموضوع ده موجود، عشان دماغك ما تبقاش متقفله. لو انت رحت اتكلمت مع حد مثلا في الاديان وقلت له انا الدين بتاعي هو الصح، طيب انت شفت معتقده هو بيفكر ازاي، انت ليه اصلا بتخش معاه في الحته دي؟ ما تخش معاه في الحته دي يا عم. لقيت واحد مثلا مهتم بيشجع حاجه معينه، كوره، فريق معين، اتكلم معاه واعرف ثقافته عامله ازاي. لقيت واحد غني جدا وانت فقير او انت متوسط، اتكلم معاه عشان تعرف توصل او تعرف هو وصل للمستوى ازاي. ثالث طريقه عشان تستثمر بيها مع نفسك، لازم تستثمر ان انت تكون صداقات كويسه، شبكه اجتماعيه ولا شبكه علاقات كويسه. النتورك بتاعتك از يور نت وورث، يعني اللي هي الشبكه الاجتماعيه بتاعتك هي هتبقى القيمه الاجماليه اللي فيها فلوسك يعني. وكل الكلام ده طبعا مقوله انا بوظتها خالص، بس اتمنى انت تكون فهمت وجهه نظري. لازم تكون عارف صحاب وتعمل صحاب وتعمل شبكه نتورك ومعارف كتير جدا. مش لازم يكونوا صحابك واخواتك، لا، انت تعرف تكون عارف كل مجال، تكون عارف فيه 2 3 4 5 6 عشان بعد كده هيفيدوك. لو انت بقى تعرف مثلا 2 3 4 5 6 في كل بلد او في كل محافظه، هيفيدوك قدام. والله العظيم ولازم الدايره بتاعت صحابك دي يكون فيها شرطين انا بشوفهم مهمين جدا جدا جدا: ناس بتدعمك وناس بتشاركك قيمك عشان تقدر تقول ده فعلا صاحبي. لازم يكون بيدعمك، لازم يكون الموضوع وين وين سيتويشن. ما ينفعش انت تكون دايما اللي هو بتدي في العلاقه والتاني ما بيديش، او العكس صحيح، انت بتاخد وما بتديش. رابع حاجه معانا، دايما بشوف الناس اللي بتسافر بيكون عندهم اوبن مايندد كده في حاجات. مش قصدي اوبن مايندد اللي هو لا اخليها تلبس شورت وانزل معاها ومش، لا مش قصدي كده. اوبن مايندد في تقبل الاخر، تقبل افكار الاخر، عشان لما انت تسافر هتعرف ثقافات مختلفه. نفس الكلام اللي احنا كنا قايلين، لما تعرف ثقافات مختلفه مخك هيتفتح. انت فاكر ان انت الشارع اللي انت قاعد فيه او بيتك هم دول محور العالم. 8 مليار بني ادم، 8 مليار بني ادم كتار جدا. فانت مع السفر مش لازم تسافر بره مصر، ممكن تسافر جوه مصر. شوف الناس في اسوان بتفكر ازاي، شوف الناس في الفيوم بيفكروا ازاي، سوهاج بيفكروا ازاي، البحيره بيفكروا ازاي، والمنيا دول صعبين جدا بس شوفهم بيفكروا ازاي برضو. خامس حاجه معانا ان انت تعرف شيء عن كل شيء، واعرف كل شيء
عن شيء، بمعنى لازم تاخد كورسات ودورات عشان تطور من مهاراتك. كورسات بقى عن برزنتيشن سكيلز، سوفت سكيلز، حاجات في الاي تي، حاجات في البروجرامينج، حاجات في الماركتنج. لازم تقعد تطور من نفسك عشان اللي مش هيتطور هيموت، هيداس. سادس حاجه، البيئه المريحه دايما بتريح. يعني ايه يا عم معتز؟ يعني انت تكون منظف البيئه بتاعت العمل بتاعتك، موظف الاوضه بتاعتك. لو انت مثلا شغال زي مثلا ريموت، بشتغل ما بروحش اوفيس وكده، فلازم اكون الاوضه او الحته اللي انا شغال فيها او الاوفيس اللي انا بقعد فيه او المكتب يكون نظيف، عشان ده ساعتها بيخليني انتج اكتر، احس ان الدنيا حلوه قوي. الله يا جماعه انا نفسي اشتغل، انا بكون قاعد مرتاح. انت نفس الكلام لما تيجي تذاكر، تاخد كورس، تتعلم حاجه، شغال في اي حته، لازم البيئه اللي حواليك تكون نظيفه، عشان ده هيحط كده من عندك جوه احساس ان ايه ده، الله اليوم ده حلو قوي، انا النهارده بقى هنتج شغل كويس جدا عشان افضل مكمل على نفس الوتيره دي. سابع حاجه ان انت تستثمر في نفسك، وده اللي خلاني اصلا اعمل قناه اليوتيوب دي، ان انا بحب جدا الماركتنج وبشتغل كتير في الماركتنج من 2017 ومش عارف ايه بتاع. فاللي انا استثمر بنفسي ان انا اعلم المجال اللي انا عارفه او الحاجه اللي انا عارفها اعلمها لغيري. عشان كده انا عملت قناه اليوتيوب دي وعملت كذا فيديو عن الديجيتال ماركتنج والماركتنج ورياده الاعمال وكل الكلام ده. اي حاجه بكون عارفها بحب اشاركها. ليه؟ عشان برضو سبب من عندي وسبب من الناحيه الثانيه. سبب من عندي ان انا لما اشارك الحاجات دي واعلمها لغيري، اول حاجه ده هيثبت المعلومه عندي، هتبقى اللي هي خلاص ثابته، عشان انا بمجرد ما عرفت معلومه اروح انشرها لواحد صاحبي او اروح اقولها لحد، ساعتها المعلومه دي هتثبت عندي. بس اهم حاجه المعلومه تكون صح 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 صح. تاني حاجه ايمانيه عندي، ان هو خيركم من تعلم العلم وعلمه، وهي الحديث الصحيح اللي هو الناس متاكده منه، هو خيركم من تعلم القران وعلمه. الصحيح الحديث الثاني مش متاكدين منه قوي، بس انا حاسس ان هو حاجه برضو صح، ان انا اكون عندي معلومه ما بخلهاش على نفسي. عشان انا مثلا عندي معلومه في مجال ما، هل اما انا اروح اقول لك على المعلومه دي هل انت هتاخد المرتب بتاعي؟ هل انت هتاخد رزقي؟ لا بالعكس، هتبقى حاجه كويسه جدا وكاني باخد حسنات، اللي هو بنشر العلم بدل ما ننشر الراقصات والمطبلات والاغاني والحاجات دي يعني. فخليكوا اللي هو ايه، تستثمر في نفسك، ان انت تكون عارف معلومه ما تبخلهاش خالص عن حد، روح علمها لغيرك هتستفيد وكمان هتاخد حسنات يا عم. تامن طريقه تستثمر بيها في نفسك، ان انت لازم تتخلى عن فكره ان انت هتتخرج من الجامعه او من المدرسه او ايا كان وتروح تنزل تشتغل شغل وتاخد 10 15 20 الف جنيه وتفضل قاعد ساكت. بقول لك ايه، انت ما تسمعش عن الحوار انه بيحصل الناس بتترفد من الشغل في بره في امريكا، ده لسه ما يجي في مصر الناس هتلاقيها بتترفد من الشغل عشان بقى الذكاء الاصطناعي والكلام ده كله. هتلاقي الناس بتترفد من الشغل كتير جدا، واللي بيسرحوا ناس واللي بيمشوا مش عارف ميتا مشوا قد ايه، وسيلز فورس مشوا قد ايه، وتويتر مشوا قد ايه، كل الكلام ده ليه بقى؟ لازم هقول، لا خليني اقول الطريقه دي في الحته اللي بعديها. بس المهم يعني الموضوع ده كله، اللي انت لازم تعمل مصدر دخل جانبي، لازم تكون معاك فلوس محوشها تروح تبدا في مشروع ايا كان المشروع. ما تخافش تفشل. بص، مفيش حد هينجح 100 مره، لكن في حد هينجح مرتين ويفشل 98 مره. فدايما فرص الفشل اعلى بكتير جدا من فرص النجاح. بس مع الفشل احنا بنتعلم دروس مهمه جدا، فبتخلينا ان انا الدرس اللي اتعلمته ده مش هعمله تاني. فساعتها خلاص انا هشطب على الحته دي، يلا هفشل في حاجه جديده وبعد كده هفشل في حاجه جديده، لحد ما تلاقي نفسك انت خلاص فشلت في كل حاجه. فانت بقيت عندك دروس مستفاده من كل الحاجات دي، فهتلاقي نفسك في المره ال 98 هتلاقي نفسك نجحت، في ال 99 بتنجح، ال 100 بتنجح، عشان انت اتعلمت كتير جدا. فما تخافش من الفشل. ابدا اي فكره مشروع عندك بيدخلك دخل اضافي، حتى لو يدخلك 1000 جنيه في الشهر في الاول، بعد كده هتلاقيه يدخلك 5000 10000 20000، عشان ما تكونش معتمد على مصدر دخل واحد بس ممكن يطير عشان مديرك بيكرهك، انت فعلا وحش في الشغل، الذكاء الاصطناعي هياخد شغلانتك وكل الكلام ده. لازم تتعلم حاجه بتدخلك مصاريف او فلوس اضافيه بجانب شغلك، او 3 حاجات او 4 حاجات او 5 حاجات. الناس الاغنياء بيكون عندهم على الاقل 7 مصادر دخل، 7 مصادر دخل، وانا لسه بحاول اقنعك ان انت تعمل مصدر دخل واحد اضافي. تاسع حاجه معانا ان انت تهتم بصحتك، دي كانت المفروض احطها تاني حاجه. تالت حاجه، الحاجات المهمه دي، ان انت بص من الاخر يعني معاك فلوس الدنيا بس مش قادر تتمشى ولا مش قادر تمشي ولا مش قادر حتى تفرد ظهرك ولا مش عارف ايه، او شكلك كده ضعيف او ايا كان، لازم يا باشا تروح الجيم وتاكل اكل صحي.
لازم. بص يعني الجيم ده حاجه لنفسك، اللي هو لعضلاتك، انت تروح مثلا تبني عضلات عشان تحرق كالوريز اكتر وتحرق دهون فصحتك تبقى احسن، الكوليسترول يقل والجلطات مش عارف تقل وكل الكلام ده، ويبقى شكلك كويس. انا برضو بحاول اعمل الموضوع ده. هتلاقوني ممكن يكون خاسس، ممكن يكون تخين، معرفش، ايا كان يعني. الناحيه الثانيه الاكل الصحي، بص انا عارف انا بموت في الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء والفطيره مش عارف المهلبيه والام علي والكلام ده كله، بس الكلام ده كله ممكن ناكله مره في الاسبوع، لكن مش كل يوم ناكله. انا فاكر كنت قاعد مع حد، كنت قاعد معاه فتره يعني، كنت كل يوم بنطلب فطيره من دمياط، فطيره كريمه كبيره كده بالليل وناكلها، كانت احساس جميل. بس اللي انا اكتشفته ان الاحاسيس الجميله معظمها بتبقى حاجه غلط يعني، اللي هو حاجه متاكد ان طالما انا فرحان قوي كده ومبسوط ان انا بعمل حاجه، يبقى الحاجه دي اكيد مش صحيه. ما هو انا اكيد مش هكون مبسوط وانا باكل البروكلي، لكن هكون مبسوط وانا باكل الشوكولاته اللي هي الفطيره الميكس، الشوكولاته السوداء والشوكولاته البيضاء، دي جميله بس هتدمرني. هتبسطني دلوقتي بس قدام هتزعلني. 10 استثمار تستثمره في نفسك لو انت طالب في الجامعه او لسه تخش الجامعه، ان انت تروح تشارك في الانشطه الطلابيه. تروح في جامعتك كده، لو انت في اي جامعه اسال ايه النشاط الطلابي الموجود، اناكتس، ايزك، ميسي، كوميت، اكس بروجكت، مش عارف ايه، كل هتلاقي، بص هتلاقي في كل جامعه هتلاقي فيه ستودنت اكتيفيتي او نشاط طلابي. روح ارمي نفسك عندهم الاربع سنين بتوع الجامعه ومالكش دعوه بحاجه، والله صدقني هتطلع مختلف عن الناس اللي كانت في الجامعه ما بتعملش اي حاجه او بيحضروا محاضرات بس، تطلع مختلف بنسبه 100%. 100% لازم تروح تشارك في انشطه طلابيه. طب يا عم لو انت خلصت جامعه روح برضه اشترك في انشطه طلابيه، روح اشترك في انشطه اللي هي خيريه يا عم، روح جمعيه مش عارف رساله، مصر الخير، اعمل انشطه تطوعيه عشان تحس بالناس. هرجع واقول لك ان انا او انت مش محور الكون، في ناس حوالينا، فانت لما بتيجي تساعد، السعاده خلي بالك بتيجي من ان انت تساعد الناس، تساعد حد محتاج عشان بعد كده ان شاء الله لما انت تكون محتاج تلاقي حد يساعدك. رقم 11 ان انت تتعلم لغه جديده ايا كان اللغه دي ايه. اتعلم انجليزي فتقرا روايات مثلا زي ايت براي اند لاف، ده روايه معموله فيلم برضو كانت حلوه جدا يعني. لو انت بتتعلم انجليزي تقرا الروايه دي، او مثلا لو انت بتتعلم انجليزي تروح تقرا الكتب زي ما قلت لك اللي هي في مجالك. انا عارف ان 95% من بيتفرجوا على الفيديو ده مش متعلمين انجليزي وعمالين يفكروا ان هم ازاي يتعلموا روسي. ليه روسي؟ ما تروح تتعلم انجليزي. انت مجرد تعلمك الانجليزي هيفتح لك ابواب رزق ما لا يقل عن 10000 جنيه. فانت تروح تتعلم انجليزي، بعد تعلم انجليزي ساعتها بقى ايه، نقعد نفكر احنا معانا فلوس، فساعتها نقدر نقعد بقى ايه، اخش اذاكر كده اسباني، اقعد اسمع مش عارف فيديو باللغه الالماني، انا مش عارف فرنش، ايطاليان، برتغيز، ايا كان الحاجات دي كلها. بس اهم حاجه لازم تركز على الانجليزي، هيفتح لك ابواب كتير جدا، هيفتح لك سفر، هيفتح لك شغل، هيفتح لك كل حاجه. انجليزي 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 انجليزي. رقم 12 الطريقه اللي انت تستثمر بيها في نفسك، اللي انت تتعلم ذكاء اصطناعي. لازم، بص اقول لك ليه. في سنه 2000 حصل ثوره، او اللي هي اسمها البابل دوت كوم او دوت كوم بابل حاجه كده. المهم يعني ان هو حصل التغير الجذري في عصر الانترنت. وفي 2007 و2008 حصل مثلا موضوع الفيسبوك. هتلاقي مثلا في 2009 ابل نزلت بالايفون، ومش عارف بلاك بيري ماتت، ومش عارف في 2017 هتلاقي ثوره الدروب شيبنج والناس مش عارف التجاره الالكترونيه وكل الكلام ده. في 2025 ثوره الذكاء الاصطناعي. فاحنا ما لحقناش كل اللي فات ده، بس قدامنا نلحق حوار الذكاء الاصطناعي ده. ما ينفعش تكون بتروح تكلم شات جي بي تي، تروح تقول له بليز جيف مي مش عارف 10 ايدياز اوف مش عارف ايه، او من فضلك اكتب لي مش عارف ايه. لازم تكون بتتعلم اساسيات الذكاء الاصطناعي، من اولهم او اهمهم حاجه اسمها البرومبت انجينير، اللي هو انت بتكون عارف ازاي تتكلم مع الذكاء الاصطناعي، الشات جي بي تي، ديب سيك، جيميناي، كلاود، ايا كان كل الكلام ده. تاني حاجه، انت شغال ايا كان الشغلانه انت شغالها، هيكون في تول او اداه بتساعدك ان انت تعمل الشغلانه دي بشكل احسن. فساعتها اما الشركه هيكونوا عايزين يمشوا ناس او يسرحوا ناس عشان يوفروا الكوست، عشان في تول بتاعه اي اي بتعمل الشغلانه بتاعت حضرتك دي، ساعتها انت تكون الوحيد اللي في القسم بتاعك اللي انت تكون عارف تستخدم الاي اي، فساعتها مش هيمشوك. والاي اي برضه هيفتح لك مجال كتير جدا 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 في المستقبل. حاليا في ناس بتعمل ملايين الدولارات والافات الدولارات ومش عارف كل الكلام ده من خلال بس الاي اي. انا ممكن ان شاء الله بعمل فيديو عن الموضوع ده، بس انا ناوي اصلا اعمل قناه يوتيوب مختلفه في النصف الثاني من السنه عن موضوع الذكاء الاصطناعي ده. انا شايف ان دي فرصه الصراحه، وانا هروح انط في الموضوع. فانت لو عايز تنط الحق نط من دلوقتي بعد اذن حضرتك. 13 حاجه اللي انت تستثمر في نفسك،
اللي انت تصلي او تتامل، شوف انت عايز تعملها ازاي. بس انا كنت لسه بشوف فيديو، فاكرين برنامج اسمه خواطر بتاع احمد الشقيري؟ يا جماعه احمد الشقيري ده انا بحبه جدا 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 من وانا صغير، ولسه من 4-5 سنين قريت له كتاب اسمه 40. ده الكتاب هو اصلا منزله. الكتاب ده تحفه معماريه. المهم يعني ده ملوش علاقه بالصلاه والتامل، بس يعني الراجل كان بيعمل خلوه في ال40 دي، الخلوه دي اللي انت تقعد لوحدك قعد لمده 40 يوم من غير موبايل وغير الكلام ده كله. وابتدى ان هو بقى يصلي ويبص للسماء ويشوف الحاجات، دماغه فعلا اتعملت بقت حاجه نظيفه جدا. برضو مش ده اللي انا بتكلم فيه. المهم يعني كان برنامج خواطر الزمان ده كان في حلقه اسمها، اكتبوا على اليوتيوب كده، ارحنا يا بلال. يا لهوي، كان بيتكلم عن اهميه الصلاه، والصلاه كمان بخشوع. وبيقول لك بقى ان انت لو كان بيجاب تجارب عمليه عن تاثير الصلاه وانت خاشع على الدماغ قبل وبعد. روحوا شوفوا الفيديو، انا مش عايز احرقه لكم. بس الموضوع الصلاه، لو انت شخص مسلم مسيحي يهودي اكيد بتصلي. لو انت مش قادر تصلي يا عم، يعني ربنا ان شاء الله يهدينا احنا كلنا برضه، عشان ساعات برضه بقصر. تامل، المديتيشن اللي انت تروح تقعد كده زي ما بيقولوا كده بالبلدي، تفسي دماغك من اي حاجه وتقعد تفكر كده، نفس وطلعه واهدى كده. عشان الاسترس اللي انا اكتشفته مؤخرا، يعني الاسترس مؤثر على 80% من الامراض اللي بتجيلنا، سببها التوتر والضغط العصبي وكل الكلام ده. فاهدى كده يا باشا وروح اعمل مديتيشن او روح صلي. عشان في الفيديو هتلاقوا ان هو كان بيعمل في الصلاه بخشوع، كان بيقول لك حته من قدام في الدماغ كده مسؤوله عن ان هو الاستسلام، او ان هو سايبها على ربنا، اللي هو حاجه كده. وانا بصلي البتاع دي بتهدى خالص، ان هو عنده خشوع كده ورامي كل حاجه ومش بيفكر في اي حاجه وهو بيصلي. روح اتفرجوا على الفيديو، اكتبوا على اليوتيوب ارحنا يا بلال احمد الشقيري او خواطر، وروح اتفرجوا عليه. يعني الكلام ده مثلا من 10 سنين ولا من 15 سنه كمان. الطريقه ال 14 انت تستثمر في نفسك، ان انت تستثمر في فلوسك. هتقول لي ازاي يا معتز اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهم اي حاجه من الجمله دي. هقول لك بالراحه كده، انا عارف ان انا بتكلم بسرعه بس يعني ايا كان. انت حضرتك دلوقتي او انا معايا 20000 جنيه تحت البلاطه كده، سايبهم تحت السرير ما بيعملوش اي حاجه، وحاططهم في الدولاب. هل بعد سنه قيمه ال 20000 جنيه دي هتكون هي؟ يعني هنقول ان احنا عايزين نشتري الكتاب ده بال 20000، هنقول هيجيب لنا 10 كتب او هيجيب لنا 20 كتاب عشان نعرف نحسبها صح. بعد سنه هنلاقي ان هي بتجيب لنا 10 كتب بس مش 20 كتاب. معنى هذا ان في حاجه اسمها وحش كده موجود بيواجه العالم في الفتره الحاليه، وممكن يعني بعد يعني ربنا يستر علينا قدام يواجهنا اكتر واكتر، الا وهو اسمه الانفليشن، التضخم. اللي هو ده وحش بياكل فلوسك. ان انت تكون حاطط الفلوس سايبها يا عيني، سايبها في الدولاب بتاعك 20000 جنيه، تيجي بعد سنه تلاقيهم 15000 جنيه. تقول يا لهوي يا معتز انا خسرت 25%. ما تقولش انا خسرت 5000، لا احسبها بنسبه مئويه بعد اذنك. انا خسرت 25% من فلوسي. هعمل ايه؟ الفلوس 20000 انا بعددهم 20000 بس، اجي اشتري بيهم حاجه الاقيهم 15000. الا وهي التضخم. هنواجه التضخم ده ازاي؟ احنا هنقف وقدام الوحش التضخم ده ونواجهه ازاي. انا كنت عملت فيديو مخصص عن ازاي تستثمر في البورصه المصريه، من فضل حضرتك تروح تشوفه من هنا. بيكلمك عن فوائد الاستثمار وازاي تستثمر من الالف للب، من اول ما تفتح حساب لحد ما تشتري السهم وازاي تشتريه وكل الكلام ده. روح اتفرج على الفيديو ده. مش عايز تستثمر في البورصه المصريه او اي بورصه عامه شايفها حرام ولا ايا كان، براحتك، استفتي قلبك واستفتي الازهر وشوف. بس مش معكش فلوس اصلا تستثمر، انت ممكن تستثمر ب 10 جنيه بس، ايا كان مش حابب تستثمر في البورصه، روح يا باشا خد ال 20000 جنيه دي، شوف اديها لواحد صاحبك ضمنه، او شوف واحد صاحبك، او شوف نفسك وروح اشتري حاجه بال 20000 جنيه دي، او اشتري حاجه ب 15000 بضاعه، وال 5000 تانيين دول تصرفهم تسويق، وان انت تعمل ويب سايت او تعمل بقى اعلانات او ايا كان. ممكن تروح تشوف برده فيديو ده، انا عملت تجاره الكترونيه هيفيدك. وال 20 دول بعد سنه ان شاء الله هتبيع البضاعه بتاعتك دي، او بعد شهر او ايا كان بقى على حسب البضاعه بتاعتك انت هتبيعها ب 30. فساعتها انت الحمد لله كسبت 50% من راس مالك. هتاخد ال 30 دي تحطها في مشروع تاني يكسبوا 50 وبعد كده 100 وبعد كده تجاره. لكن تفضل حاططها تحت السرير، انا عارف ان حضرتك بتخاف تاخد الريسك، بس افتكر الجمله دي، هاي ريسك هاي ريتيرن، لو ريسك مفيش ريتيرن. الطريقه الاخيره ورقم 15 اللي انت لازم كل يوم تطور من نفسك بنسبه 0.001%، يعني مش عارف 1 من 100 مثلا. كل يوم لازم تعرف حاجه في مجالك، او لازم تعرف حاجه عن ايا كان.
اقرا كتاب، مش عايز تقرا كتاب روح شوف يا عم قنوات اللي هي تلخيص الكتب او دوبا ما كافيين نصر العقيلي واتفرج عليه، اتفرج مثلا على حلقه كتاب مش عارف ايا كان، روح اتعلم اي 10 جمل انجليزي، روح مش عارف افتح خد كورس ايا كان. لازم تطور من نفسك. لو انت ما تطورتش من نفسك وفضلت واقف فانت هتفضل واقف، ما حدش هينجدك، ما حدش هيسمي عليك. الدنيا دي غابة، لازم تبقى قوي. عليك شايفين اللي بيحصل في السياسة اللي حوالينا، ان في بلد معين او شخص معين شايف نفسه ان هو قوي جدا فقادر يفرض عقوبات على الدول الصغيره او الناميه، بس الحمد لله مثلا جه يفرض عقوبات على بلدنا مثلا، فقلنا له لا، بقول لحضرتك ايه، او مش عقوبات يعني عايز يفرض سيطرته، يقول له هنا اعملوا حاجه. فاحنا الحمد لله عشان كنا الفتره اللي فاتت مجهزين او حاسين ان ده ممكن يحصل، فقلنا لا تعالى احنا نعمل، نقوي نفسنا، نطور نفسنا. فساعتها مش اي حد هيجي يقول لنا اعملوا كده فنعمله. احنا الحمد لله مش دوله صغيره دلوقتي، او مش دوله اللي هي هفه، لا دوله كبيره. نفس الكلام خد الموضوع ده عن الدول على البني ادمين. انت يا باشا طول ما انت شخص بتطور من نفسك، ده معناه ان انت ثقتك في نفسك هتزيد، ثقافتك هتزيد، علمك هيزيد، مرتبك هيزيد، فساعتها تبقى شخص ذو نفوذ، ذو سلطه. ربنا يكرمك ان شاء الله ويكرمنا جميعا. بس هي ده قانون، انت المؤمن القوي احسن من المؤمن الضعيف. فانت لازم تكون مؤمن قوي، قوي بقى بدنيا، ذهنيا، ذكائيا، فلوسيا، ايا كان. بس المهارات ده اول خطوه في سلم التطوير. اشوفكم الفيديو اللي بعديه.